هل الترهلات دمرتك؟ هل عملت دايت ونزلت وزن وتفاجأت بكمية الترهل يلي صارت بجسمك؟ إذا هذا يلي صار معك فأنت بالمكان الصح. القصة كلها بتتلخص بشغلتين بجسمنا، الكولاجين والإيلاستين. هدول هن يلي بيعطوا جلدك القوة والمرونة. لما بيقلوا أو بيتضرروا الجلد بصير مترهل. طيب شو يلي بيخليهم يتعبوا؟ هرمون الكورتيزول يلي بيطلع بالتوتر والضغط النفسي، هذا بيكسر الأنسجة. ومقاومة الانسولين لما جسمك ما بيستفيد من المغذيات صح، وكمان خسارة الوزن السريعة بدون اي وعي. بس لا تشيلوا اي هم، الحلول موجودة ومضمونة باذن الله. الاهم والاخطر هو تمارين المقاومة، هي اللي بتبني لك عضلات وبتملي مكان الدهون وبتشد جلدك 100%. كمان لازم تهتم باكلك، ركز على الاطعمة اللي بتصنع الكولاجين مثل فيتامين A، صفار البيض والزبدة، الحديد موجود باللحوم الحمراء، فيتامين سي يلي موجود بكتير خضار وفواكه. وكمان لازم تركز على نوم كافي مشان تدفع هرمون النمو البطل، وتحاول تقلل من التوتر مشان تخفض الكورتيزول المدمر. وجرب الصيام المتقطع او الطويل مشان يعطي جسمك تنظيف ذاتي ويجدد الخلايا. وتذكروا دائما جسمكم ذكي بس بده الدعم الصح منكم، فلا تخلوا ابدا الترهلات تحبطكم. ولا تنسوا المتابعة واللايك والشير. سلام.